صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفونا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل صينية الكنافة بالقشطة، بتقلي ما يختلفش عليها اتنين طول شهر رمضان. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. جبت الكنافة وحطيتها في الفريزر، وابتديت ان انا اكسر فيها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، اخليها شبه رملية او اضربها في الكب. جبت الكنافة بعد كده وحطيت عليها نص كوباية سكر ونص كوباية سمنة، وابتديت ان انا ابسهم كويس جدا، بمعنى اصح ان انا اغلف كل الكنافة بالسكر والسمنة زي ما انتم شايفين كده. وهجيب الصينيه بتاعتي وادهنها ماده دهنيه، وهبتدي ان انا احط اكتر من نص الكميه بشويه من الكنافه، وابتدي ان انا اضغطها كويس جدا على قد ما اقدر، واعمل لها حروف من الجناب، اخليها عاليه شويه. طبعا انا عامله السيره بطول شهر رمضان، كوبايتين سكر وكوبايه ميه وعصره ليمون 10 دقايق على النار، وهيكون بارد طبعا. في الوقت ده بقى هكون انا حاطه على النار كوبايتين لبن، لكل كوبايه فيها معلقه نشا كبيره هرميه. ممكن تحطي فانيليا، ممكن تحطي بقى لو عايزه تجودي فيها معلقتين 3 قشطه او قطعه حلوه كده يعني، او معلقه كريم شانتيه، دي حاجه ترجع لك، والفانيليا بتاعتها والسكر على حسب الرغبه. عايزه تخلي السمك بتاعها سميك عن كده او اخف من كده، دي حاجه ترجع لك، تقللي او تزودي النشا. ابتديت ان انا احط بقيه كميه الكنافه زي ما انتم شايفين كده، وطبعا مش هضغط عليها خالص، انا بقى هبتدي بس ان انا اسويها بالراحه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اسويها، وهكون مولعه الفرن بتاعي مسبقا عشان اخليها تستوي كويس من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده. اول ما طلعت وهي سخنه والسيرب بارد، هبتدي ان انا اسقيها من فوق ومن تحت، يعني قبل ما اقلب الصينيه هسقيها، وبعد كده برضو هسقيها بعد ما اقلب الصينيه، عشان السيرب مش هيوصل للصينيه من تحت زي ما انتم شايفين كده. كان عندي بوله من القشطه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا طيب هعمل بيها ايه، قلت لا ان انا استفاد بيها واحطها من فوق الكنافه. بصوا بقى، ولو عندك مكسرات، عندك اي نوع من انواع الفاكهة، عندك فول سوداني، عندك جوز الهند، مفيش مشاكل، ممكن تزينيها زي ما انت عايزة. بصوا بقى طالعة خطيرة ازاي، تحس ان هي بسبوسة او مرملة، وكان طعمها خطير. بعد ما ابتدي بقى ان انا اعمل فيها اي شكل او ازينها باي حاجة عندي، ممكن ان انا احطها في التلاجة ممكن نص ساعة ولا حاجة، عشان القشطة اللي من جوه تبتدي ان هي تتماسك في قلب الكنافة، لان طول ما هي سخنة هتبقى سايحة طبعا. طبعا عندي محدش رضي بالفكرة دي خالص، وكلوها وهي سخنة. بس بقى ايه، انا سبتلكوا قطعة واحدة بس صغيرة، حطيتها في التلاجة عشان اوريكم الشكل بيختلف ازاي. زي ما انتم شايفين كده طالعة خطيرة، وكان طعمها هايل. بصوا بقى، انا جبت شوية فول سوداني ومكسرات من فوق الوش، وابتديت ان انا اضيفهم من فوق الكنافة. بصوا طالعة هايلة، ان شاء الله يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى خطيرة ازاي، ولونها وسواها 10/10. بصوا بقى، دي بقى في الاخر خالص زي ما انتم شايفين. ولما قطعت برضو قطعة هوريها لكم. بصوا بقى عاملة ازاي، طبعا لسه كانت سخنة فمش ماسكة كويس. هوريكم بقى بعد ما تمسك هيبقى شكلها عامل ازاي من ايه، من بره. بصوا بقى، دي وهي سخنة كل دوت. وهوريكم بعد كده لما مسكت في بعضها كده، لان لما اتحطت في التلاجة. بصوا بقى، دي القطعة دي لما اتحطت في التلاجة بس ما حدش صبر بصراحة، كانت خطيرة. بصوا بقى عاملة ازاي، وبقلل التكاليف يا جماعة. ان شاء الله تعجبكم وسهلة.